انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، وفي الفيديو ده هشرح لك ازاي تصمم كارت شخصي بالتفصيل خطوة بخطوة. مش محتاج منك اي خبرة ولا اي حاجة، كل المطلوب ان برنامج الفوتوشوب بيكون عندك وانك انت تكون متابع معايا. من غير كلام كتير يلا بينا. في البداية كده قبل ما اشتغل في التصميم محتاج اعرف المقاس اللي انا هشتغل عليه، ومقاس البيزنس كارد دايما بيبقى 9 سنتي في 5.5، 9 عرض في 5.5 ارتفاع. فانا هبتدي ان انا افتح ملف جديد بالمقاس ده، هفتح الفوتوشوب، بعد كده هضغط على فايل، بعد كده هختار نيو، بعد كده هبتدي ان انا ادخل البيانات دي، اتاكد ان دي بالسنتي مش بكسل. بعد كده الويتس اللي هو العرض هخليه 9، والارتفاع هيبقى 5.5، الريزولوشن هخليه 300، واتاكد ان الكالر مود هيبقى CMYK، هو هيكون RGB فانا هخليه CMYK. هلاقي ان هو فتح معايا الصفحة دي، ودي اللي انا هشتغل عليها. بس قبل ما ابدا في اي حاجه هبتدي ان انا احدد حاجه اسمها السيف زون، ودي بتبقى ما يقارب نص سنتي من كل جنب، بحيث ان انا اتاكد ان المنطقه دي ما فيهاش اي تفاصيل، او مش ما فيهاش اي تفاصيل تجنبا للقص في الطباعه، لان هي لو اتقصت وانا كنت حاطط فيها بنات فهي البنات هتروح. اعمل حسابي كده في التصميم من الاول. اعمل ده ازاي؟ هجيب الريكتانجل تول، هضغط على الريكتانجل تول، بعد كده هضغط في النص كده، احدد دي 50 بكسل، واكتب هنا 50، واضغط اوكي. هو عمل لي هنا مربع ب50 بكسل في عرض، 50 بكسل ارتفاع. بعد كده هخلي المربع ده على اخر الديزاين واشد عليه خط من الرولر، هضغط على الرولر هنا المسطرة، وبعد كده هيظهر معايا الخط ده اشده هنا، واعمل كده في باقي في الجوانب الاربعة. انا بنسخ المربع ازاي؟ بضغط على الت وبسحب كده، هلاقي انه عمل لي نسخة تاني من المربع ومن اي حاجة في فوتوشوب. كده برضه هشد عليه خط تاني كده، وهنا برضه، وهنا، وهبتدي ان انا امسح بقى الحاجات اللي انا عملتها، الريكتانجل اللي انا عملته، المربعات اللي انا عملتها. ايه هي تفاصيل البيزنس كارد اللي انا هشتغل عليه؟ هنا انا عندي الموديل اللي انا هشتغل عليه هو دكتور اسنان اسمه عمرو عواد، اخصائي جراحة الفم والاسنان. ده السبتايتل. البيانات اللي عندي رقم تليفون والعنوان واللوجو. هبتدي بقى ان انا الحاجه الاساسيه عندي اللي هي عمرو عواد. اول حاجه اساسيه اللي هي اسم الدكتور، هبتدي ان انا اكتب هنا مثلا اسم الدكتور، هاجي هنا على التكست، بعد كده هضغط هنا واكتب بقى الحاجة اللي انا عايز اكتبها، دكتور عمرو عواد. انا شايف ان انا الفونت ده مناسب، فانا تمام هشتغل بيه. طيب اكبر الحاجة دي ازاي؟ اضغط هنا على مساحة. هكبر التكست ده ازاي؟ طيب هاجي هنا على الموف تول، وابتدي اضغط هنا، هيظهر لي بقى الحروف دي، فانا هسحب كده. طيب التكست نفسه عايز يكبر، فانا هضغط ضغطتين كده، وفي هنا حاجة اسمها الوزن، وزن التكست، فانت بتختار مثلا هنا تكست رفيع جدا، هنا تخين، فانا اختار دي مثلا وليكن بولد، واضغط اوكي. طيب هنا عمرو عواد. طيب انا شايف برضو ان الفونت ده شكله لطيف، فانا تقريبا كده خلاص انا اعتمدت الفونت ده وهشتغل بيه. طيب انا بختار الوان الديزاين على حسب ايه؟ طيب سريعا كده من غير تفاصيل كتير، انا بختار اللون على حسب الحاجة اللي انا شغال عليها. يعني انا هنا شغال على حاجة ليها علاقة بالاسنان، وحاجة ليها علاقة بالطب والجراحة والكلام ده، فانا هستخدم الوان هادية زي الازرق واللون الابيض والتركواز. طيب انا كده اعتمدت الالوان دي اللي هو الازرق والابيض والتركواز. هبتدي بقى ان انا اضيف بعض الشيبس، الحاجات اللي انا هستخدمها بحيث تدي شكل لطيف للتصميم، واملى بيها فراغ طبعا، لان التصميم كده اكيد مش هيبقى شكله لطيف. فانا حابب ان انا استخدمه في الديزاين بتاعي. فانا هجيب الفوتوشوب ازاي؟ بقف عليه بضغط كنترول سي، راح الفوتوشوب بضغط كنترول في وادوس اوكي، واسحب هنا بقى اكبره، وليكن من مثلا اخليه على طرف الديزاين، اخد نسخة منه واديها الناحية التانية بحيث ان هي تكون وازنة معاها، اظبطها كده بحيث ان هو شكلها يكون شكل لطيف، واكبرها كده واضغط علامة الصح. طيب محتاج ان انا اكتب السبتايتل، وده هيكون تحت كده، هيبقى اسمه اخصائي جراحة الفم والاسنان. اصغر الفونت ده ازاي؟ زي ما قلت لك بضغط على دي ضغطة واحدة واسحب ان انا اصغر كده. طيب عايز اصغر وزن الفونت ده، زي ما قلت لك ضغطتين، واجي هنا على دي، بعد كده اضغط وليكن مثلا ميديوم، شايف ان هو مناسب، واخليه باللون الجراي.
اصغرها كده، ممكن اكبر الاتنين مع بعض. طيب هجيب اللوجو برضو، وليكن يعني هو ده لوجو وهمي بس ان انا استخدمه مثلا هنا. زي ما قلت لك احدد واضغط كنترول سي، وبعد كده اروح في فوتوشوب واضغط كنترول في، اختار سمارت اوبجكت وادوس اوكي. هصغر كده، وليكن مثلا اخلي اللوجو هنا، ادوس اوكي. انا عايز التكست الاساسي بتاعي ياخد الجريدينت او تدرج الالوان بتاع الشيب ده وبتاع اللوجو ده. اعمل ده ازاي؟ باجي هنا على اللاير بتاعت التكست، بضغط كليك يمين، بعد كده اختار بلندنج اوبشن، بعد كده اختار جريدينت اوفرلاي. طيب هو هنا، وبعد كده اضغط على دي. الجريدينت هو معناه ان هنا لون وهنا لون تاني، يكون فيهم يدمج لك، بيعمل بلندنج ما بين اللونين التانيين بحيث ان هو يدي التدرج بتاع الالوان ده. اضغط هنا واختار اللون الاول وليكن ده، كده اختار اللون التاني وليكن ده، واللون التالت مثلا اغمق درجة منه وليكن مثلا ده. اضغط اوكي وادوس هنا برضو هنا، ده قبل ده بعد. هو اداني جريدينت في الالوان او اداني جريدينت في التكست، يعني الجريدينت ده ممكن اعمله على اي شيب عندي او اي تكست. كده هبتدي ان انا اكتب العنوان هنا بخط واضح، وبعدين هجيب الايكون بتاعة اللوكيشن، وهجيب الايكون بتاعة الموبايل مع بعض. انا عندي الايكونز دي، هسحبهم كده على البرنامج، انزلهم هنا. وهنا الاتنين دول او التو لايرز دول هحددهم كده واصغرهم مع بعض بحيث ان هما الاتنين يكونوا واخدين حجم واحد، مفيش واحدة تكون كبيرة او واحدة تكون صغيرة. اصغرهم كده وادوس اوكي، وابتدي ان انا بقى اعزل الاتنين عن بعض. هنا هكتب اللوكيشن بتاعي، وليكن مثلا اي لوكيشن وهمي، مثلا هكتب مثلا شارع الجمهورية، القاهرة مثلا. اضغط انتر. عايز احدد التكست ده مع الايكون دي، اضغط على اللاير دي او اضغط على التكست ده واكون ضغط شيفت واضغط على دي، هما الاتنين كده احددوا مع بعض. ابتدي ان انا اسحبها كده، شايف ان هما كلهم دول او البيانات دي كلها كبيرة، فابتدي ان انا اسحبهم كده وابتدي ان انا اصغر. طيب اكتب برضو هنا رقم التليفون، وليكن اي رقم وهمي مثلا 012. اي رقم كده. ابتدي ان انا اغير التكست لان انا شايف التكست في الانجليش هنا مش مناسب، فانا ابتدي ان انا اغيره. وليكن مثلا اختار التكست ده، اختار الفونت ده واخليه مثلا ده مناسب، شايف ان هو مناسب. ابتدي بقى ان انا اصغر. هبتدي بقى ان انا اخلي البيانات دي بحيث ان هي في نفس الوقت تكون واضحة ويكون شكلها لطيف. طيب انا كده يعتبر خلصت حاجة بسيطة يعني. هبتدي ان انا بقى اتأكد ان كله تمام، حجم الفونت تمام عندي والالوان تمام والشيب مثلا هنا تمام. هبتدي بقى ان انا اسيف الفايل، هضغط كنترول اس، وهبتدي ان انا اسميه مثلا فرونت، اضغط انتر، اضغط سيف. طيب بعد كده هروح على فايل، بعد كده هضغط نيو، بعد كده هفتح فايل بنفس المقاس اللي انا اشتغلته وادوس كرييت. هيفتح لي فايل جديد، وده هيكون تصميم الظهر لان البيزنس كارد عندي هيبقى وش وظهر. تصميم الظهر في الاغلب بيبقى فيه، هو بكل بساطه تصميم ظهر البيزنس كارد دايما بيبقى فيه مفيهوش غير اللوجو، او ممكن مثلا نكتب باترن خفيف كده. فانا هجيب اللوجو منين؟ هروح من التصميم بتاعي بتاع الوش واضغط هنا على اللوجو، بعد كده هاخده كوبي كنترول سي واروح هنا على الفايل اللي انا فتحته وبضغط كنترول في. هيظهر معايا اللوجو ده. هكبر شوية
واضغط اوكي. ده هيكون ظهر البيزنس كارد وده هيكون الوش. كده انا خلصت تصميم الظهر. ابتدي برضو ان انا اسيف الفايل بتاع الظهر، بضغط كنترول اس واضغط اكتب مثلا وليكن باك واضغط سيف. كده انا خلصت تصميم الوش والظهر، باقي ان انا اصدرهم عشان ابعته للطباعة بحيث ان انا اطبع التصميم ده. في خطوات معينة محتاج ان انا اعملها او محتاج ان انا امشي عليها عشان احافظ على كواليتي التصميم، عشان اكون عامل التصميم صح وبعت الفايل للطباعة صح بحيث ان هو يجهز للطباعة على طول. عشان اعمل ده محتاج ان انا احفظ التصميم بصيغة الPDF. هعمل ده ازاي؟ هاجي هنا على فايل، بعد كده اضغط سيف از، بعد كده ابتدي ان انا اجي هنا وبعد كده اختار فوتوشوب PDF واضغط سيف. ركز معايا في الحتة دي. معنى الاوبشن ده بيقولك ان انت لو علمت علامة صح على الاوبشن ده فانت هيكون متاح بالنسبة لك ان فايل الPDF يفتح على الفوتوشوب. محتاج يعني عادي ممكن تعدل عليه، فانت مش محتاج ان انت تعدل عليه بعد ما صدرته لان انت معاك الملف الاصلي، فانت ممكن تلغيها، وده برضو هيساعدك في ان هو يقلل حجم الفايل. هضغط سيف از PDF واجي برضو على الباك، بعد كده هضغط الظهر بتاع الكارت، هضغط فايل بعد كده سيف از، بعد كده اختار فوتوشوب PDF واضغط اوكي. هشيل دي واضغط سيف از PDF. طيب هو كده سيف لي الفايل PDF اهو. ده الوش وده الظهر. كده انا سيفت التصميم بتاعي صح وجاهز للطباعة. مفيش غير ان انا ابعته للمطبعة وهو هيبتدي يطبعه على طول. التصميم اللي انا عملته ده 9 سنتي في 5.5 ارتفاع، وده المقاس المتعارف عليه في البيزنس كارد في مصر. يعني كده انا وصلت لنهاية الفيديو. في الكومنتس ممكن تكتب اي سؤال انت عايزه او تسألني على اي جزء انت مش فاهمه وتأكد ان انا هرد عليه. لو وصلت لنهاية الفيديو فانا احب اشكرك، ولو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس محتاج فيديوهات عن ايه تاني في مجال التصميم، وهستنى رأيك. وشكرا.